بسم الله. توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مساء الخير البنات، وأهلا بكم على قناة لك سيدتي لأم إسلام. حبيباتي، جيتكم هذه العشية بصلصة البيتزا، صوص تاع البيتزا. كما راكم تشوفوا عن بالي بلي البنات راكم كل تعرفوا تخدموها. بغيت فقط نتقاسم معكم هذه اللحظات هذو. كما راكم تشوفوا هنا البنات، بعد ما غسلت الطماطم نظفتها مليح، نقصها مكعبات. هذا النوع البنات تاع الطماطم، هذا المشهور به الشرق الجزائري، عنابة وسكيدة، عنابة الطارف، مشهورة بالطماطم هذه. الطماطم صناعية ما فيهاش الماء، شايحة. يخدموا منها الطماطم المصبرة، أسعارها جد معقولة، وكل ما تدخل الصيف البنات أسعارها تهبط ونشبع. يعني أنا فريمون نشبع طماطم. كما راكم تشوفوا البنات قصتها مكعبات. هنا حطيت نص تاع حبة بصل، نصف فقط، رحيتها ثاني. نحط هنايا البنات في هذه المرميطة شوية زيت زيتون، ونحط ثوم مفروم، يعني بعد ما ربيته. من الأحسن تخدموا في مقلة. نزيد نحط البصل ونقليه مليح، ونزيد نحط هذيك الطماطم اللي قصيتها مكعبات، ونحطها على نار متوسطة، ونخليها البنات الطيب طماطم. علما انه كما قلت لكم الطماطم هذه ما فيهاش الماء، شبه شايحة، ونخليها حتى تذوب. تسمى الطيب حتى هذوك المكعبات يذوبوا. كما تقدروا البنات ترحيوها قبل ما تحطوها الطيب. انا نفضل هكا باش ما تجيش مرحيه بزاف. هنايا عندي التوابل اللي راح اللحوم البنات. حطيت ورق الغار، ورق رند، وحطيت راس حانوت، وفلفل اسود، وفلفل احمر، وزعتره او حبق، من الاحسن يكون حبق، سكر وملح. نخليهم البنات يزيدوا يغليو مليح. نزيد نحط ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره، او اللي تحطوا كاتشوب اللي عندها. وهذا النوع البنات تاع الطماطم ما يجيش احمر بزاف، يجي اللون تاعها دائما شويه ناقص. بعد ما البنات طابت كما راكم تشوفوا، تحبوا تخليوها على هذا الشكل، يعني فيها واحد لي شوت هك تاع الطماطم هذيك المكعبات، او ترحيوها. انا البنات راح نرحيها. بعد ما رحيتها حبيباتي نحطها تبرد. ولازم البنات تبرد قبل ما تحطوها على العجينه تاع البيتزا، ما تكونش سخونه ولا العجينه هذيك رايحه تفسد لكم. ما تنسونيش حبيباتي بالضغط على زر الاعجاب. هذه النتيجه النهائيه. صلصه بنينه البنات، ما نقولكمش عليها، البنه رائعه. ما تنسوش حبيباتي الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناه، واكتبوا لي تعليق حبيباتي. نتمنى يكون فيديو اليوم خفيف ظريف. ما تنسونيش دائما، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.